سمعوا البنات قرمشه، ولكن راه خاوي من الداخل. هانتوما البنات خاوي من الداخل، شي حاجه اللي رائعه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. نتمنى لا فيديو ديالي الاعجاب ديالكم. الاقتراح ديال اليوم عندي سفنج، بالاخص البنات اللي ما كيزعموش يديروا سفنج ولا المبتدئات. غادي ان شاء الله تابعوا الفيديو حتى الاخير، وغادي نوريكم طريقه بسيطه ان شاء الله غادي تصاوبوه وتردوا عليا الخبر. يلا على بركه الله، وما تنسوش تكتبوا لايك. على بركه الله غادي نبداو بالمقادير ديالنا. عندي 3 الكيسان ديال الدقيق. نتوما الا بغيتوا تضاعفوا المقادير ضاعفوا، انا راه ما كاينش اللي ياكل ليا السفنج، داكشي درت غير داكشي اللي غناكلو حنايا وصافي. دايره معلقه ديال الخميره نتاع العجين، وشويه ديال السكر البنات. ما تكثروش السكر للسفنج باش ما يكونش حمر عاوتاني ملي كتقليوه في الزيت. هنايا غادي نعبر لكم الماء هنايا بالكاس باش عبرت الدقيق. هانتوما عبرت به الماء، راني دايره كاس الاول. هانتوما ها هو دابا في يدي. غادي نجمع العجينه ديالي. تابعوا البنات الفيديو. هانتوما الكاس الثاني راه دخل ليا هاد العجين، هاد 2 كيسان فقط، وغادي يبقى ليا شويه. المهم هانتوما غتشوفوا، هانتوما راني دايره كاس لارو ديال الماء وعجنت بها هاد العجين، وخليت داك الشويه البنات راه باقي غنحتاجو. غادي نبقى نخبطها البنات غير بيدي بحال هكا، حيت جاريه بزاف العجينه، وراه ما بغيتش نعجن لكم بالعجانه باش ما هكا. بزاف الاخوات كيشوفوا هكا البنات كيعجنوا بالعجانه كيعكزوا باش يديروا، كيقولوا ما عندناش العجانه ما غنعجنوش. داكشي علاش درتو بيدي باش تشوفوه، وغادي ان شاء الله تجربوه كاملين ان شاء الله. هنايا البنات كما قلت لكم بقاو تخبطوا، والعجينه ديال السفنج راه خصها تكون جاريه. كنبقى نخبط، راه زرفت الفيديو شويه، راه كنبقى نخبط البنات، وملي كتعيي كتحبسي. المهم راه ماشي عاوتاني بزاف الخبيط، غير واحد 5 دقائق تنحبس. غادي نغطيه شويه البنات، وراه باقي ما درتش الملحه. هنايا راني غنغطيه شويه، غنمشي نغسل المواعن ونرجع. تقريبا راه خليته 10 ديال الدقائق حتى تلق شويه البنات، حتى تدلك. بعدا عاوني في الدليك، ما بغيتش انا نبقى ندلك بزاف. ما فيا اللي بقى يدلك بزاف، خليته استراح هو شويه، واحد تقريبا 10 ديال الدقائق، ورجعت ندير ليه الملحه البنات. الملحه كندوبها بشويه ديال الماء. داك الماء اللي بقى ليا البنات راه هو اللي وريت لكم دابا، هو باش كنخدم دابا. راه باقي 2 كيسان تاع الماء باقي ما دخلتهم كاملين في داك 3 الكيسان ديال الدقيق. صافي البنات، هنايا راني اكتفيت بالماء، وغادي نبقى نخبط كما قلت لكم. راني عاود تاني ملي درت ليه الملحه وبديت عاوتاني كنبقى نخبط فيه. بقاو ديروا غير البنات بحال هكا، تبقاو تهزوا وتخبطوا بحال هكا، حيت العجينه جاريه، ما يمكنش تبقاو تعجنوها بحال العجين. هي خاصها الخبيط هكا، تبقاو تهزوا تحطوا وصافي. راه غادي تدلك مزيان. الصراحه انت ما راه من قبيله وانا كنبقى ندلك فيه، ما غاديش يحتاج عاوتاني شي دليك بزاف وصافي. راه الا خليتوه استراح قبل ما ديروا ليه الملحه عاوتاني رجعتوا ليه راه كافيه. صافي تقريبا غير واحد 2 دقائق صافي. هانتوما غادي نحاول نبقى ندلك تقريبا. نتوما على عييتو اكتفيو غير بواحد 2 دقائق بركه. هانتوما معايا غنبقى ندلك وصافي. هانتوما البنات دابا راه دلكتو، غادي نحولوه لهنايا باش نسد عليه مزيان، باش تزمتو عليها البنات، حيت الا خليتو في ديك القصعه غادي يبقى يدخل منه البرد وما غاديش يخمر ليا. هنايا غادي نزمط فيه مزيان، غادي نسدو بالسلوفان وغادي نخليه تقريبا غير ساعه. هو السفنجه البنات الا كان عندك الكتره بزاف راه كيخليو الناس من في الليل حتى الصباحات كيطيبوا فيه. انا درت غير شويه دغيا غادي يخمر، ماشي مشكل، ساعه كافيه غنرجع ليه. المهم هنايا البنات غادي نسدو ان شاء الله بالسلوفان. مازال غنحيد ليه ديك الميكا وغندير ليه السلوفان باش يتسد مزيان ونخليه حتى يخمر ان شاء الله. غير كيخمر البنات وغادي نرجع ليه. نتوما غادي ان شاء الله نخليه صافي. سديتو هنايا باش داك السلوفان كيزمط عليه. هانتوما البنات العجين ديالي راه ضاعف الحجم ديالو، وراه بدلت لكم البلاصه ديال التصوير، رديتها حدا الفرنو. هنايا غادي ندهن هاد البلاصه ديال فاش غادي نقرصهم. وبالنسبه للبنات الا عندكم داك البابي كويسون ديال الطبخ قطعوه وحطوه بلا ما تحطوها فوق البوطاجي. انا ما عنديش البنات، بقى عندي غير واحد شويه. راه بزاف ديال الاخوات هي هاد اللحظه هادي اللي ما كيزعموش عليها، ملي كيبغيو يحطوا هاد الكريسات هادو اللي قرصوا ديال السفنج، ما كيعرفوش الطريقه باش يلوحوهم في الزيت.
تما فين كتعوج السفنجه وكتولي معوجه وكتولي وحده كبيره وحده صغيره. انا غنوريكم الطريقه السهله، راه ماشي طريقه ديال العجين هي اللي صعيبه، لا هذه هي الطريقه اللي كتكون صعيبه. ملي كتهزي من هنا للزيت تما فين كتعوج لكم السفنجه، اما تكون كبيره اما كتهزوها بطريقه عوجه. انا غنوريكم الطريقه اللي سهله باش تزعموا عليه ان شاء الله وتصوبوه كاملين. المهم تابعوا الفيديو ان شاء الله حتى الاخير. انا غنشكلهم كاملين البنات ونرجع معكم نوريكم. هانتوما البنات الطريقه اللي كندير انايا، راني دابا راه دايره وحده. انا غنوريكم الطريقه اللي كندير. راني بديت كنطيب فيهم. هانتوما شفتوا البنات هذاك البابي باش تبقى ليا السفنجه ديالي في واحد الشكل، ما تزاد ما تنقص. كنحطها فوق داكشي اللي قلت لكم قبيله. اللي عندكم هاد البابي كتير شكلوا دوك الكويرات فوق داك الكاغيط، ما تحتاجوا تهزوها ما حتى حاجه، وما تحلوهمش بحال هكا. ديك التقيبه البنات اللي كنديروا في الوسط ما ديروها حتى تبغي طيبوا السفنج ديالكم. نتوما غير خليو دوك الكويرات فوق داك الكاغيط، وعاد ملي تبغيو تطيبوه تلوحوه في المقله عاد حلوه من الداخل. عرفتوا فهمتوني يا البنات؟ نتمنى ان شاء الله تفهموني وتعرفوا الطريقه باش ان شاء الله ما تبقاوش تغلطوا، حيت هاد الطريقه فاش كيجينا السفن صعيب. انا ماشي مشكله البنات، راني كندهن يدي وكنهزها من البوطاجي فوق داك البابي. نتوما بلا ما تهزوها حطوها ديريكت وخليوها مدوره بحال المسمنه. ملي تبغيو تحطوها في المقله حلوها بيديكم، حلوها من الوسط. ها نتوما شفتوا الطريقه سهله وتيبقى السفنج ديالكم بنفس الشكل، ما تكون لا كبيره لا صغيره، كتولي بنفس الحجم اللي كديروا الاولى كدير تتبعوا الثانيه. ولكن راه الا ما كانش داك الكاغيط نتوما كتهزوا يقدر تعوج، يقدر تولي شكل اخر ماشي بحال. المهم انا هاد الطريقه راه الصراحه هي اللي صراحه اللي المبتدئات بزاف الاغلبيه نتوما كنهزها. راه كما قلت لكم الا ما بغيتوش تهزوها غير حطوها في ديريكت فهذاك صافي. هنايا غادي نستمر الطياب ديالو كامل وغادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كل عوينات البنات كله داير العوينات ومقرمش صراحه الجو واعر بزاف. المهم البنات رانا ما كثرتوش حيت ما غناكلوش بزاف، اللهم ما غنكثرش يضيع، راكم عارفين السفنج دغيا كيخسر. صافي غادي نستمر بحال هكا ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي ديالو. نتمنى البنات فتكم في هذا الفيديو، نتمنى للمبتدئات اللي ما عمرو داروه يديروه. وهذا هو الشكل النهائي ديال السفنج ديالنا البنات. بدينا كناكلو فيه الصراحه حيدت الصوت ومرات التقرميشه ديالو راني درتها لكم في الاول ديال الفيديو مقرمش، وكله البنات فيه دوك العوينات ديال الخميره. حيت كما قلت لكم ما مسيناش باش نحاولوا نخويو فيه ديك الخميره، خلينا بحال هكاك وجا مفشفش من الداخل جا واعر بزاف. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو ديالي ينال الاعجاب ديالكم. اللي دخلات جديده ما تنسانيش من الاشتراك واللايكات ودعم اختكم حتى الاخير. ها انتم تشوفوا السفنج ديالنا البنات. يلا تهلاو في راسكم ومع السلامه ودمتم في رعايه الله. الى الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنساونيش من واحد لايك والاشتراك اللي دخلات جديده. ومرحبا بالناس كاملين اللي عندي في القناه ديالي، كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم المتواصل. يلا مع السلامه.